واشف مرضنا واقضي حاجاتنا وحاجات المسلمين أجمعين أن الله يسر كل أمورنا أمر الدنيا والآخرة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة بسم الله. يا ربي صل على محمد شرف بدر في الكون يشراك. يا ربي صل يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا وسلم. ربي صل على محمد حل الورى منطقا وصدا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي وسلم. صل على محمد فضل من بالتقى تحقا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلاك. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي وسلم. صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا وسلم. ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي وسلم. صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا وسلم. ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل يا عليه ربي صل وسلم. على محمد وآله ومن للحبيب عشاق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا وسلم. ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل يا عليه ربي صل وسلم. على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يا رحيم. إن تولوا فقل حسبي الله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يا عظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك. السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك. السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك. السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك. السلام عليك أصفى الأصفياء السلام عليك. السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك. السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك. السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك. السلام عليك من السلام عليك. السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك. السلام عليك زين الأنبياء صلى الله عليه. السلام عليك زين الأنبياء صلى الله عليه. السلام عليك دائم بلا انقضاء صلى الله عليه. السلام عليك زين الأنبياء صلى الله عليه. السلام عليك أحمد يا حبيبي صلى الله عليه. السلام عليك زين الأنبياء صلى الله عليه. السلام عليك طه يا طبيبي صلى الله عليه. السلام عليك زين الأنبياء صلى الله
محمد صلى الله عليه. السلام عليك زين الأنبياء صلى الله عليه. السلام على المضلل بالغمامة صلى الله عليه. السلام عليك زين الأنبياء صلى الله عليه. السلام على المشفع في القيامة صلى الله عليه. السلام عليك زين الأنبياء صلى الله عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه، الواضح برهانه، المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه صلى الله عليه مجده وعظم شانه. خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه، وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقداره القسمة صلى الله عليه. وأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة، تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب، فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب صلى الله عليه. فما جل هذا المن الذي تكرم به المنان، وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان. سورة كاملة ظهرت في هيكل محمود صلى الله عليه، عطرت بوجودها كناف الوجود، وضرزت برد العوالم بطراز تكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في الكريم والشاسع صلى الله عليه. فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد، ولا يمل تكراره بكثرة ترداد، حيث برز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان صلى الله عليه ليتشرف بوجود ثقلان وتندشر أسراره في الأكوان. فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب صلى الله عليه. يا لقلب سروره قد توالك، يا لقلب سروره قد توالك، بحبيب عمال أنا من والك، بحبيب عمال أنا من والك. يا لقلب سروره قد توالك، يا لقلب سروره
بنور غمر الكون بهجته وجماله يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا وترقى في الحسن أعلى مقامين وتناهى في مجده وتعالى يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا لاحظته العيون في من تنته بشرا كبيلا يزيح الضلالا يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا وهو من فوق علم ما قد رأته رفعة في شؤونه وكمالا يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا علو في ارتفاع اغفر ذنوبي وجنبنا الهلاك يا من تعالى علو في ارتفاع اغفر ذنوبي وجنبنا الهلاك اغفر ذنوبي وجنبنا الهلاك يا من تعالى علو ارتفاع اغفر ذنوبي وجنبنا الهلاك يا من تعالى علو ارتفاع اغفر ذنوبي وجنبنا الهلاك اغفر ذنوبي وجنبنا الهلاك صلوا على نور الذي عرج السماء يا فوز من صلى عليه وسلم صلوا على
حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معانيه الجلال انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي نور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده وتلوم على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهده وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية صلى الله عليه وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه وتفيأوا ظلال الشرف الأصلي بوده وحبه ما عطر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أما بعد فلم يجعلنا قد إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتكذيب والتكريم
نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفلقت بيضة التصوير في العالم المضلك الكبير عن جمال مشهود بالعين حاول لوصف كمال المضلك والحسن التام والزين فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأسلاب الكريمة والبطون فما من صلب ضم إلا وتمت عليه من الله النعم صلى الله عليه فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف بموضع استقراره وموضع خروجه وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت صلى الله عليه فكان مستقره في الأسلاب الباخرة والأرحام الشريفة الظاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر صلى الله عليه ونورا حير الأفكار ظهوره وبار فتعلقت همة الراكب لهذه الحروف بأن يركب في هذا القرضاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف صلى الله عليه وإن كانت الألسن لا تفي بعشر معشار أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين وإلا فأنا ضارب الأكلام عن شؤون خير الأنام ولكن نزني إلى تذوين ما حفظت من سير أشرف المخلوقين وما أكرم الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين صلى الله عليه وبقيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ونعج التشوق إلى سماع أوصافها العظيمة ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بروح ذلك النعيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشام يا رفيع الشام يا رفيع الشام والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشام يا رفيع الشام
ليس محتاجا ليس محتاجا إلى سروج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان يا رفيع الشان يا رفيع الشان والدرج وزمان أنت حكيمه زال ما فيه زال ما فيه زال ما فيه من العوج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان يا رفيع الشان يا رفيع الشان والدرج وزمان أنت حكيمه زال ما فيه زال ما فيه زال ما فيه من العوج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان يا رفيع الشان يا رفيع الشان والدرج فجزاك الله خير جزاء يا منير الكون يا منير الكون يا منير الكون بالبلد يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان يا رفيع الشان يا رفيع الشان والدرج وجهك الميمون حجتنا يوم تأتي الناس يوم تأتي الناس يوم تأتي الناس بالحجج يا رسول الله
ربي عجل من ربي عجل من المراجي يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان يا رفيع الشان يا رفيع الشان والدرج القلب متيم بطه النبي يا نبي وصلى وسلم على طه النبي يا نبي نبينا المكرم نبينا المشرف طه العربي طه العربي القلب متيم بطه النبي يا نبي وصلى وسلم على طه النبي يا نبي نبينا المكرم نبينا المشرف طه العربي طه العربي أحمد هدانا والمولى قد شاء بالخير أتانا وبالحق جاء أحمد هدانا والمولى قد شاء بالخير أتانا وبالحق جاء للتقوى دعانا لدرب الرجاء والمولى أغنانا بطه النبي القلب متيم بطه النبي يا نبي وصلى وسلم على طه النبي يا نبي نبينا المكرم نبينا المشرف طه العربي طه العربي يا رسول الله جئت بالقرآن من وحي الإله مولانا الرحمن ورسول الله جئت بالقرآن من وحي الإله مولانا الرحمن بعون الله نشرت الإيمان يا حبيب الله يا طه النبي القلب متيم بطه النبي يا نبي وصلى وسلم على طه النبي يا نبي نبينا المكرم نبينا
صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. وقد آن للقلم أن يخط ما حركته فيه الأنامل بما استفاد الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائله التي أحسن الشمائل. وهنا حسن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار صلى الله عليه. يتشرف بكتابة القلم والقرطاس وتتنزه في حدائق الأسماء والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه الصورة صلى الله عليه. فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقدم صلى الله عليه. أخرج عبد الرزاق بسند عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم بالنور صلى الله عليه. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث صلى الله عليه. وقد تعددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية صلى الله عليه. فاستودعت هذا النور المبين أصلاب وبطون من شرفت من العالمين. فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم عليه السلام حتى أوصلت يد العلم القديم إلى من خصصت بالتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمه التي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة. فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها صلى الله عليه. فضمت وحشاها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وصونها فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عللا حتى مر الشهر بعد شهر من حمله وقرب وقت بروز العالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضله وتنتشر في آثار مجده الصميم. اللهم صل وسلم شرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أدم الصلاة على النبي محمد فقبولها بغير تردد. أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة إلا الصلاة محمد
يا سيد السادات يا باب الحماك يا سيد السادات يا باب الحماك يا من على الرسل الكرام تقدما يا سيد السادات يا باب الحماك يا سيد السادات يا باب الحماك يا من على الرسل الكرام تقدما وصف الزمان بمدح طه واكتسى وصف الزمان بمدح طه واكتسى عجا وإجلالا عزا وإجلالا عزا وإجلالا وزاد تكرما سيد السادات يا باب الحماك يا سيد السادات يا باب الحماك يا من على الرسل الكرام تقدما وجرى بطلعة بدره بحر الوفاء 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 وشد الزمان بمدحه وترنما سيد السادات يا باب الحماك يا سيد السادات يا باب الحماك يا من على الرسل الكرام تقدما يا نبي سل يا نبي كي أرى جمالك كي أرى جمالك اشفع يا نبي بمدحي إليك بمدحي إليك بمدحي إليك بمدحي إليك
جنابك رسول الله رسول الله كل من حج وزار جنابك حبيب الله حبيب الله وجبت يا نبي وجبت يا نبي وجبت يا نبي وجبت يا نبي شفعت عليك شفعت عليك سل يا نبي سل يا نبي كي أرى جمالك كي أرى جمالك اشفع يا نبي بمدحي إليك بمدحي إليك بمدحي إليك بمدحي إليك سل يا نبي حجوا ولبوا زر الحرم لبدوا لبيك الله أكبر ولبوا زر الحرم ونادوا لبيك الله أكبر يا هنانا يا منانا يا هنانا يا منانا من ذاق زمزم وصلى الحجر وصلى الفجر وكبر يا نبينا الهادي العدناني يا سر نور الأكوان يا نبينا الهادي العدناني يا سر نور الأكوان يا سر نور الأكوان حبيبي يا أبا زهراء أرجو أقى منك بنظرة 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 يا أبا زهراء أرجو أقى منك بنظرة حبيبي يا أبا زهراء أرجو أقى منك بنظرة عساي أحظى بالبشرى أنال منك الأماني يا نبينا الهادي العدناني يا سر نور الأكوان يا نبينا الهادي العدناني يا سر نور الأكوان يا سر نور الأكوان اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فحين قرب وانوضع هذا الحبيب علنت السماوات والأرض ومن فيهن بالترحيب وأمطار الوجود الإلهي على أهل الوجود تسج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعج سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر
قدرتك شفت كناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور صلى الله وقد عليه الحكم على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السماط الممدود فضرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الهور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مدعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم Hadiraki Rasulullah bakarang da Rasulullah hajat bakaran tak dalam ateh الشراق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولي أهل الكون أنس وسرور قد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فاضربوا يا أهل المثاني فهزار اليمن غرت واستضيء بجمال فقه في الحسن تفرد صلى الله عليه سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فلربي كل حمد جل أن يحصره العد إذا حبانا بوجود المصطفى الهادي محمد
عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا رسول الله أهلا بك إن بك نسعد وبجاهه يا إلهي جد وبلغ كل مقصد آمين يا الله حسن مقاصدنا يا عليك يا رسول آمين سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ودينا نهجا سبيلي كي به نسعد ونرشد ربي بلغنا بجاهه في جوار خير مقعد آمين يا الله سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا فدعا مرحبا يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا واكرمي الأرواح منا واكرمي الأرواح منا بلقاء آمين خير الأنام مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك
عليك صلوات الله عليك اللهم صل على محمد. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidi rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. An Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'. Siapa orang yang keluar untuk mencari ilmu, maka dia dihitung oleh Allah sabilillah, di jalannya Allah sampai dia pulang. Kita hadir di tempat ini, kita duduk di tempat ini untuk mencari ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mencari ridhanya Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mencari syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, man lam yadhuq zulla ta'allum sa'atan tajarra'u dhulal jahli tula hayatih, wa man fatahu ta'lim waqta syababih fakabbir alaihi arba'an wafatih. Hayatul fatah wallah bil ilmi wat tuqa illam yakuna la'tibarah lidatih. Siapa orang yang tidak pernah merasakan susahnya mencari ilmu, maka dia akan merasakan susahnya jadi orang bodoh sampai dia mati. Kemudian jadi orang bodoh dia tak nyaman. Makanya kecil itu mondok, kecil sekolah, mencari ilmu supaya nanti dia besar mendapatkan nikmatnya, dia jadi orang pintar. Wa man fatahu ta'lim waqta syababih. Siapa ada yang pemuda yang tidak mau belajar ketika lagi muda, fakabbir alaihi arba'an wafatih, maka orang kayak gini ini lebih baik ditakbiri, maksudnya lebih baik mati daripada hidup. Muda disuruh belajar nak mau, orang kayak gini lebih baik dia mati. Hayatul fatah wallah bil ilmi wat tuqa. Kehidupan manusia ini hanya dua, ilmu dan takwa. Ilmu dan takwa. Kalau anda jika tidak ada dua-duanya ini, maka manusia ini tidak dianggap oleh seseorang, bahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita hidup ada di akhir zaman, ilmu banyak orang yang tinggalkan. Kalau dulu orang cinta sama ilmu, sekarang orang sudah jauh dari ilmu. Kita hidup di zaman akhir ini, orang sudah jauh dari ulama, bahkan berani mencaci para ulama. Ini kita hidup di zaman ini. Ini kita hidup ini di zaman ini. Makanya katanya Nabi, nanti ada akhir zaman manusia ini tambah jauh sama Allah, tambah jahiliyah. Betul memang. Manusia di akhir zaman tambah jahiliyah, betul. Dulu perempuan telanjang ada di jalan zamannya Nabi Muhammad. Perempuan dibuat nikmatan zamannya Nabi Muhammad. Tidak dinikahi, gaya seneng-senengan tok. Itu zamannya Nabi Muhammad. Zaman jahiliyah sebelum Nabi diutus. Pada bisa mangken. Perempuan joget-joget, sing nonton anak-anak umur 10. Yang nonton anak-anak umur 2. Di sini tambah akhir, tambah zaman. Sama jahiliyah sudah. Bagaimana caranya? Kita selamatkan keluarga kita, kita selamatkan anak-anak kita. Mohon panjenengan di pengajian ajari orang-orang yang dekat dengan kita, kita selamatkan. Ini loh sudah zaman akhir. Hari lo zaman akhir semangkan, kita selamatkan. Ini mudah-mudahan selamat semua anak-anaknya. Amin Allahumma amin. Ya, hada zamanus sukut wa luzumul buyut waridha bil qut ila antamut. Ini zaman sudah sukut, diam. Waluzumul buyut, yang banyak tetap di rumah. Kalau tidak penting, tidak ada pengajian, jangan keluar. Kalau tidak ada majelis ilmu, jangan keluar. Kalau tidak penting untuk beli sesuatu, jangan keluar.
Wa ridha bil qud, ridha atas pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ila antamut, sampai kamu meninggal. Kalau enggak belai, enggak selamat, Pak. Ini zaman sudah tidak selamat. Kadang-kadang saya melihat anak saya, ya Allah, semakin beda zaman kaulah ria engak semakin saiki zamanku kok gini, apalagi kalau zaman anak kita. Saya kadang-kadang lihat, ya Allah, selamat no anakku loh. Ini zaman saya seperti kayak gini. Apalagi zaman kita. Apalagi zaman anak-anak kita. Wanita itu dibungkus. Hormati istri Anda, hormati anak Anda, jangan sampai anak dilepas. Anak perempuan dilepas, jangan sampai. Kadang-kadang numpak sepeda di dukur, bangga, oh anak goleria binek ya. Saya nggak sampai tanggung jawab sampean sebagai orang tua, jadi bapak tanggung jawab. Anak perempuan itu dibungkus, dirapikan, ditaruh di pondok, kasih kerudung anak perempuan supaya Anda selamat dunia sampai akhirat. Insyaallah selamat semua. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan Allah perbaiki halul muslimin, keadaannya muslimin insyaallah. Amin Allahumma amin. Khususan di Indonesia, amin Allahumma amin. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan orang tua kita yang dalam kubur Allah beri panjang umur, sehat walafiat. Orang tua yang dalam kubur mudah-mudahan Allah beri kuburan raudhah min riyadil jinan. Orang tua kita yang masih hidup mudah-mudahan Allah beri panjang umur, sehat walafiat, zahir maupun batin. Mudah-mudahan Allah selamatkan anak-anak kita dari semua fitnah, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah perubah halul muslimin, keadaan orang muslimin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua meninggal dengan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Akhir kalam kita mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallam. Rabbi anfa'na barakatihim wa ahdina husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa amitna fi tariqatihim wa amitna fi tariqatihim wa ma'afatihim fi dani hadha minni. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما ندم الفكر من درار الأوصاف المحمدية أكوندا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب أعمالي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ضافرة وعلى باب عزته تحت الرحال فتخشاها منه الفيوضات الهامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي أمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحافظ سرك وحامل راية دعوتك شاملة الآب الأكبر المحبوب لك والمحاصص بشرف الأفهار في كل موطن من مواطن القرب ومدهر قاسم إمدادك في عبادك وساكي كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين الأمد المحبوب الخالص المحسوس منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم وتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أدوارنا وتكلماتنا بجميل رعايتك وحسن وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحاركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحق من المؤدين ولأهلك من الحافظين.
اللهم إن لنا أدماء في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تغيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفئين أن تقبل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووله وظاهره وأم ببركته وشرف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها مأمورة مأنا وسورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط الأدل بالولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المؤاندين من المنافقين والكفار وجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا وجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في الأعمال بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله.